سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ربنا وأنت القائل لموسى عليه السلام يا موسى قل واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة، وفي الجنة ما أصاب آدم فلا تأمن مكري أبدا. فلا تشتقي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل. ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، لكن ابكي على صاحب لك خاب ظنك فيه. وأصلي وأسلم على النبي المحبوب الذي قرأ في ليلة من الليالي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فظل يبكي ويقول يا رب أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي؟ فقال له رب العزة جل في علاه وعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا حبيبي يا محمد. أيها الجمع الطيب الكريم، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذا اللقاء الطيب المبارك التي أقيم تكريما منا للأم الغالية والمربية الفاضلة التي ربت فكان لها خير نتائج إن شاء الله، سائلين المولى العلي القدير أن تكون الأم الغالية في رفقة سيدنا رسول الله في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آيات بينات يتلوها علينا الصياد الماهر والقارئ العالم والملقب بالمعلم الشاطر، دائما بعلم القراءات الذاكر، قارئ يقرأ بما يعلم ويعلم بما يقرأ، يطوف بنا في بحر علوم القرآن وعلم القراءات، قارئ رفيع المقام متواضع الشخصية متصفا بأخلاق القرآن الكريم، إنه أيقونة بعرش التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، سليل بيت القرآن، إنه العلم ابن العلم سليل بيت الأعلام، قارئ العلماء وعالم القراء فضيلة القارئ الشيخ جميل إسماعيل الدالي، القارئ بالقنوات الفضائية والتلفزيون العربي، داعيا له بالتجلي والتوفيق، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل
بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن صدق الله العظيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم والمصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها
ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. وجمع الدنيا بغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: دع الفرصة على الدنيا وقل عيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال لمن تدري لمن تجمع، ولا تدري في اي ارض غير ارضك فيها تسرع، فان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت مع العلم القرآني الكبير، فخر قراء محافظة الاسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ جميل اسماعيل الدالي، القارئ بالقنوات الفضائية والتلفزيون العربي، القارئ والمحب الغرب والتابع لمركز ومدينة التل الكبير، في ليلة التكريم للأم الغالية والمربية الفاضلة التي انتقلت إلى ربها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقيدة أسر وعائلات أبو بكر وعائلات الأسيوط بهذه المنطقة الطيبة، في ليلة تكريم شهداء الجنة بإذن الله الشهيد آسر إبراهيم الأسيوطي والشهير حمزة إبراهيم الأسيوطي. أسأل المولى العلي القدير أن يجمعهم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومشاركة التكريم لزوج الأم الغالية الحج إبراهيم الأسيوطي على الواجب في كل مكان وكل زمان، ومشاركة بالحج السيد أبو بكر وذلك الحج منصور الأسيوطي والأستاذ محمود الأسيوطي والأستاذ أحمد الأسيوطي، ومشاركة بالحج إبراهيم أبو اسماعيل على الواجب حج محمد أبو السعود، يتقدمون جميعا بخالص الشكر وجميل المواساة إلى مركز ومدينة التل الكبير الذي جاءوا بوقوفهم في صف رجل واحد في ليلة التكريم للأم الغالية والمربية الفاضلة، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ